السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل نوع مكرونة من أسهل الأنواع، وهيتعمل كله على بعضه في قلب حلة واحدة، والنتيجة بتاعته هايلة. وتقدري تعمليه بحاجات كتير غير السجق. أنا كان عندي سجق فعملتها بالسجق. تقدري تعمليه وتستبدلي السجق بلحمة مفرومة، بقطع فراخ، بأي حاجة عندك. أول حاجة أنا حطيت السجق في قلب الحلة من غير أي دهون، بعد ما غسلته وقطعته وسبته هو ينزل كل الدهون اللي فيه. وبعد كده طبعا السجق دوت بلدي، فانا عملت المكرونه بالدهون بتاعه السجق. وبعد كده جبت بصله وقطعتها صغير قوي فوق السجق عادي، بعد ما السجق نزل كل الدهون اللي فيه. طبعا انا مش هكتر توابل ولا هكتر حاجات كتير في قلب المكرونه ديت، لان كده كده السجق بيجي حايق وموجود فيه كل التوابل. فالتوابل اللي هنحطها له برضو مش هنحاول ما نكترش فيها قوي. كده البصلايه قطعتها صغير وحطيتها على السجق زي ما انتم شايفيني كده، وهديلها تقلبتين 3. انا عايزه برضو البصله تدبل، مش هخليها تحمر قوي، بس عايزاها تدبل. وقرن فلفل سبايسي تقدري تستبدليه بفلفل رومي، وممكن تستغني عنه خالص، بس هو عموما بيدي طعم حلو قوي للمكرونه. وهنا معلقه توم برضو هتحطيها فوق كل الكلام دوت، تتشوح على خفيف كده مع البصله ومع السجق، وهتفضلي تقلبي فيه كده اهو لغايه لما البصله تبدا ان هي تدبل، والثوم والفلفل برضو هما كمان يدبلوا كده اهوت. خلاص زي ما انتم شايفين، ولا البصله خدت لون ولا الثوم خد لون، انا بس دبلتهم خالص. وكده رحت بشره طماطميتين كبار كده، رحت بشراهم وحطيتهم على السجق، وبرضو هسيبهم لما يتسبكوا شويه. الاكله دي سهله وكلها في حله واحده، وبتديكي طعم حلو جدا. انا عايزه الطماطم والبصل والثوم والفلفل يدبل، وطبعا كده خلاص السجق تقريبا استوى خلاص. دولت معلقتين صلصه كبار، انا حطيتهم برضو عشان يدوا لون وايه، ويعززوا اللون بتاع المكرونه. واللي انا حطيته دوت كان نص معلقه سكر. انا اي حاجه فيها طماطم بحط لها ايه نسبه سكر كده ما تكونش كبيره، علشان خاطر ما تعملش حموضه. ودول مكعبين ماجي هحطهم برضو، اللي ما بيحبش الماجي ما يحطهوش، بس هو للامانه بيدي طعم حلو قوي. هنا كانت خلاص تقريبا الطماطم خلاص اتسبكت زي ما انا عايزه. وبعد كده هحط التوابل: فلفل اسود وكمون وجنزبيل وقرفه وشطه. فلفل اسود وجنزبيل وكمون وقرفه وشطه، من كل حاجه يعني حبه كده على طرف المعلقه. تقدري تكتري وتقدري تقللي. هنا كنت نزلت بكيس المكرونه وحطيت عليه الميه، وكده بدأوا يغلوا. الاول حطي الميه، واول لما تغلي حطي كيس المكرونه، وحطي بقى ايه العقد بتاع الميه عادي زي ما بنعمل الرز كده. وهتدوقي الميه، لو احتاجتي ملح حطي، ما تنسيش ان انت حاطه مكعب ماجي. لقيت عايزه شويه فحطيت لها حبه ملح. هنا بعد ما شربت الميه وطيت عليها، اتعامل معاها بقى عادي زي المكرونه اللي بنحمرها او زي الرز. هنا كنت وطيت عليها خلاص، وكده كانت بدأت ان هي تستوي.
ده كده الشكل النهائي بتاعها، وبألف هنا وشفا.